ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى نعمل البسبوسه بكل سهوله. من النهارده هتبقوا استاذه في البسبوسه. بصوا البسبوسه مرمله بجد ما فيهاش ولا غلطه. امشي على المقادير وانت هتعملي احلى صينيه بسبوسه. اول حاجه كده معايا كوبايتين من الدقيق السميد اللي هو السايب بيبقى عند اي عطار. هضيف عليهم نص كوبايه من السكر ونص كوبايه من السمنه ومعلقه صغيره جدا بيكنج باودر وكوبايه زبادي بلدي وعليها ربع كوبايه من اللبن. هقلب بقى كويس كده زي ما انتم شايفين. انا عايزه القوام معايا شبه الرمل كده، هتشوفوه معايا دلوقتي. بصوا هي البسبوسه يفضل ما تعجنيش فيها كتير، يعني ملهاش العجن الكتير زي ما انت شايفه كده، لحد ما القوام بس يظبط معايا وهوقف ايدي خالص. اهو شايفين القوام مظبوط جدا. انا عايزه القوام ده هو ده المظبوط. هجيب بقى الصينيه بتاعتي، هديها مسحه كده من السمنه كويسه وبعد كده هصب فيها الخليط. طبعا الفرن انا مسخناه من قبلها، هندخلها على درجه حراره 180 لحد ما الوش بتاعها يحمر. والسيرب بتاع البسبوسه بيبقى سخن والبسبوسه بتبقى سخنه، ده من عوامل نجاح البسبوسه. اوزعها بقى كده كويس في الصينيه عشان كل قطعه تبقى متساويه زي ما انتم شايفين كده. اهو كده وزعتها زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى اقطعها كده عشان لما تخرج من الفرن واسقيها السيرب تتشرب من كل حته فيها. التقطيع بقى اللي تناسبك. كان معايا هنا كام واحده لوز كده، هحطهم كده على الوش زي ما انتم شايفين كده. لو عندك بقى سوداني حطي، عندك اي مكسرات حطي عليها. دخلتها الفرن وهي خرجت من الفرن زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لكم السيرب سخن وهي سخنه، ده من نجاح البسبوسه. بصوا بتشرب من السيرب كويس. اول ما تلاقي البسبوسه بتشرب كده يبقى كده ناجحه 100%. بصوا السيرب بيختفي ازاي. اتمنى بقى تجربوها بنفس الطريقه. لو عجبتكم بقى الطريقه يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه، ونتقابل في فيديو جديد.